وصل لنا سؤال على الصفحة: امتى الاسهال يتطلب مراجعة طبيب؟ كلنا بيحصل لنا اسهال، نوبة اسهال تقعد 3 ل 5 ايام، ماشي، ممكن تطول ل 10، ده كتير بس ممكن نتقبلها. لو الاسهال عدى 15 يوم، يعني عدى اكتر من اسبوعين، ده اسمه اسهال مرضي، لازم تراجع الطبيب ولازم ندور على سببه، لان ممكن يكون فيه سبب عضوي. الاسهال المدمم ده معناه ان فيه مشكلة عضوية، يبقى محتاج على طول تدخل وتروح للطبيب على طول. الاسهال اللي بمخاط مش شرط يبقى عدوى. الاسهال اللي بمخاط ساعات بعض امراض القولون العصبي بتعمل مخاط، لكن المخاط المتكرر والالم المتكرر والنوبات بتيجي كتير، يعني مره جاله اسهال وقعد فتره وراح خلاص، لكن من المرات اللي بتتكرر كتير، يعني بيجي لي اسهال بس كل شويه بيجي لي، كل شويه بيجي لي اسهال، او طبيعتي مسهله على طول، ده المريض اللي لازم ادور وراه. عندنا تشيك كامل ليست، لان في عندنا مشكله في الهضم، مشكله في الامتصاص، مشكله في الامعاء، مشكله في القولون وحساسيه الطعام، وامراض التهابات مزمنه وامراض مناعيه مزمنه. كل دي اسباب، فلازم ابتدي اعمل الليسته بتاعتي، احط الاسباب وابتدي اسال المريض عن كل واحده منهم، وابتدي ادور بالتحاليل، وغالبا برضو بحتاج مناظير واخد عينات عشان استبعد جميع الاسباب دي، لان الاسهال المزمن لازم ندور وراه ونعرف سببه ايه.